والله المنتخب السعودي سيوقف منتخب إسبانيا. من أتى هنا يا إلهي. والله المنتخب السعودي سيوقف منتخب إسبانيا. والله المنتخب السعودي سيقزم إسبانيا. ستعرفون قيمة المنتخب السعودي. ستعلمون كلكم بعد المباراة أن المنتخب السعودي هو المشرف الحقيقي للمنتخبات العربية. ستعلمون أن المنتخب السعودي لديه نوايا في هذا المونديال، وستعلمون أيضا أن المنتخب السعودي لديه هدف أن يحقق بطولة كأس العالم. نحن انتصرنا على الأرجنتين، على ميسي ورفاقه. نحن أوقفنا الأرجواي. فمن أنت يا إسبانيا أمام المنتخب السعودي؟ أنا أثق ثقة عمياء أن المنتخب السعودي سيوقف إسبانيا. تذكروا كلامي هذا جيدا وأثق كل الثقة. خلاص يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا يا شباب. حصل عطل فني عندنا، نضطر ان ننهي المباراة، وشكرا لكم على انكم ساعدتونا في اكتشاف الثغرات في الفريق التعبان هذا. ها؟ والله يحييكم على العشاء، ما قصرت. الله يعطيكم العافية. وانتم ما في عشاء. يلا يلا قعدوا صايمين لين بكرة، انا لين اتفاهم معكم. معاهم يا سيد، معاهم. يا إلهي. إنه أبا خليفة، مرحبا. شبيه رجل البرية. يا من روح. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، حياك الله يا أبا خليفة. يحييك ويبارك فيك. ولكنني أنا أجمل منك بحاجة بسيطة. صحيح. I wanna take you somewhere, you know I care. It's so cold down somewhere. والله وصلت لهذه المرحلة للأسف. دقيقة 60 وأنا مضطر أني أقفل المباراة. الحمد لله على كل حال، ولكن شيء ما كنت متوقعه أبدا أبدا أبدا. وكنت متوقع أن المنتخب بعد تصريح لاعب إسباني وأنهم مطالبين بالفوز بنتيجة كبيرة راح يستغلوا المنتخب من صالحه ويضع الكرة والضغط على منتخب إسبانيا. ولكن مع الأسف أول 10 دقائق تحكي لك هذا السيناريو اللي في اللاعب السعودي وما وراء من يعمل خلف تجهيز اللاعب السعودي، ومن يعمل في الوراء في تجهيز اللاعب السعودي ضعها تحتها 20 خط، ومن يعمل ويرى المشهد في البيت اللي هو حنا المشجعين ومن نحب المنتخب. كلنا فينا المشكلة مع الأسف. يعني مع الأسف أنا ما ودي أني أكبر الموضوع، بس إن هذا هو الواقع. مع الأسف أنت اللي قاعد تشوف هذا المقطع، مع الأسف أنت فيك بعد مشكلة. يعني مع الأسف يعني كلنا لدينا هذه المشكلة. في أصلا مسألة تعاطينا مع المنتخب، مسألة تعاطيك مع المنتخب أنت سيئة. أنت كيف في وقت المنتخب أنت قاعد تصفي حسابات، وكيف لما بيلعب المنتخب أنت ما قاعد تدعم المنتخب بل قاعد تصفي حسابات. اللاعب ترى يتأثر إذا كان اللاعب لا يجهز بناء على الأشخاص اللي يعملون في المنتخب. إذا كان اللاعب ما يجهز، طيب أنت دورك تجهز اللاعب. إذا كان هذول الناس ما تحس إنهم يجهزون التجهيز الكويس. معليش أنا في فترة من الفترات يوم يقال رينارد الناس استبشرت خير، قلت لا ما انحلت المشكلة. قالوا عاصم كيف ما انحلت المشكلة؟ قلت ما انحلت المشكلة، تغير مدرب بعدين غير ما راح تنحل المشكلة، لأن المشكلة عميقة 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 جوا من الداخل في الداخل. المشكلة أول شيء في تأسيس
المنتخب السعودي أول شيء تأسيس العقلية، تأسيس الجو العام في المنتخب، تأسيس وتصفير مشاكلك. أنت يجب أنك تصفر مشاكلك. أصلا في الإعلام، إذا كان الإعلام هو من يقود المشهد في المنتخب، الإعلام يتعاطى مع قضايا عام 2002 2006 في ذيك الحقبة في التسعينات. مشاكل من حلت أصلا قاعدين يحلونها في هذا الزمن. أنت ايش دخلك في مشاكل قديمة يا أخي؟ العقلية العربية يا أخي تحب الماضي وتحب ترجع للماضي وتسوي مناكفات في الماضي وخناقة على الماضي. لن تبني مجد من الماضي أبدا. لا حد يلعب عليك يقول لك الماضي يبني مجد أبدا، هذا يكذب عليك مع احترامي الشديد. الماضي لا يبني مجدا، بل الحاضر هو من يبني المجد، بل العمل هو من يبني المجد. إذا كان اللاعب يرى أنه يجي للمنتخب وعنده مشكلة، تيار إعلامي يقود المشهد على مشاكل قديمة، أنا كيف بجي للمنتخب؟ أنا ما أبغى ألعب بالمنتخب. وكأنه يجي يوم من الأيام نبدأ نصدق اللي قاله منشيري. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. بس المشكلة ما انحلت.